تعالوا ناخد بعض في حضننا شوية. عندنا 4 شخصيات احنا بنتعامل معاهم في البيزنس. السيري اللي انا هحكيها لكم دي بتقول لكم الشخصيه بتاعت البني ادمين اللي احنا بنتعامل معاهم. واحد اسمه بروموتر وده لونه اصفر. البروموتر ده اللي هو الشخص اللي بيتكلم عن البيزنس بتاعك، وده موظف، خلي بالكم ده موظف جوه الشركه، هو اللي دايما لما يروح عند كلاينت هو اللي بيحكي عن الشركه، هو اللي بيحكي عن اهدافها، هو اللي بيحكي عن الفيجن بتاعتها، هو اللي بيقول ان الشركه دي ناجحه، هو اللي بيقول ان الشركه دي قويه. والشخص البروموتر ده مش بيتكلم قدام الكلاينتس بس، ده بيتكلم قدام الكلاينت وجوه الشركه، ده بيتكلم في غيابك وفي حضورك. فانت لازم في البيزنس بتاعك تو فايند اوت مين جوه الشركه بيشتغل بروموتر. ده اتس نوت تايتل، يعني هو ممكن يكون في جونيور بوزيشن، ممكن يكون حد لسه متعين في الشركه، بس هو طبيعه شخصيته بروموتر، دايما توكاتيف، دايما بيتكلم بشكل ايجابي، دايما عنده افكار المستقبل، دايما بيقعد يحكي عن البيزنس، دايما بيقعد يحكي عن النجاحات. فانت لازم تلاقي الشخص ده جوه البيزنس بتاعك اسمه بروموتر. تاني شخص جوه البيزنس بتاعك ده برضو not related to any title، يعني ممكن يكون دايركتور وممكن يكون جونيور، ممكن يكون لسه حد مشتغل امبارح او متخرج او ما اتخرجش، ممكن يكون حد بيشتغل بقاله 4 سنين، وده اسمه بلانر. ده دايما الشخص اللي قبل ما يعمل حاجه بيرتب ويخطط، قبل ما تقول له على التاسك فياخد هو التاسك دي وبريك ات داون لستبس، لحاجات هيعملها، الحاجه هيعملها النهارده، حاجه هيعملها بكره، حاجه يحتاج فيها ميشو، حاجه يحتاج فيها رامي. فده شخص انت لازم تفاين جوه التيم بتاعك. على فكره الكلام ده من نوت ابلايد على شركه فيها 1000 واحد، ونوت ابلايد على شله صحاب فيها 4، ونوت ابلايد على شركه فيها 5 تنفار، ده ابلايد على اي حاجه. الشخص البروموتر اللي دايما بيتكلم بالبوزيتيف سايد او بكلام ايجابي على الشركه وعلى الناس وعلى الطموح وعلى المستقبل، اللي هو بيبيع الفكره من الاخر. وشخص تاني اللي هو دايما بيخطط ودايما بيرتب ويحط اولويات ويحط حاجه يعملها النهارده، حاجه يعملها بكره. اللون الثالث لون احمر، وده شخص برودكتيف، اللي هو اكتر شخص منتج في العالم، اكتر شخص اكسكيوتر. يعني تديله التاسك تلاقيه مشمر هدومه ونزل الفيلد وبيشتغل حالا. هو نوت بلانر، هو مش بتاع بلاننج، هو مش بيعرف يبلان، بس بيعرف جدا 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 يميشو ينفذ. شيل دي من هنا مش هيفكر، هيشيل دي من هنا فورا. حط دي هنا مش هيفكر، هيحط دي. انت بقى كليدر كبزنس اونر لازم تلاقي الاشخاص دي اصلا عشان تعرف توجههم، عشان تعرف يكون عندك ميتنج تبعت مين، تبعت البروموتر ولا تبعت البلانر ولا تبعت البرودكتيف. الشخص الرابع، وده كانت المفاجاه ليا لما اتقال لي دي، ده لونه اخضر وده اسمه بيس كيبر. الشخص ده في الشركه هيبقى هدفه ايه يا رامي؟ يلم الناس حواليه كده، صباح الفل يا جون، معلش بكره احلى، الدنيا احلى يا رامي، معلش هنقبض النهارده، او احتمال نتغدى، او احتمال ما نتغداش. ده فعلا شخص وظيفته جوه البيزنس، وظيفته جوه الشله بيس كيبر، وظيفته حرفيا يحافظ على السلام اللي جوه المؤسسه. 4 الوان، 4 شخصيات، 4 مواصفات ل4 بني ادمين لازم تلاقيهم في اي بيزنس. بروموتر لونه اصفر، الشخص اللي بيبرموت الشركه وبيقول انت مين. بلانر لونه ازرق، وده ترتيبهم، ترتيب الاكتريه. يعني انت شركتك عشان تنجح لازم يبقى عندك 4 5 6 بروموتر، 4 5 6 بيتكلموا عليها. وبعد كده الليفل اللي بعديه هو البلانر. لو انت عندك 5 بروموتر يبقى عندك 3 بلانر، 3 كل الافكار اللي بتفكروها بيحطوها جوه خطط عشان الناس تمشي عليها. الشخص اللي بعده هو البرودكتيف الاكتيف اللي بينزل ينفذ دلوقتي حالا. لو افترضنا ان دول 5 ودول 3 يبقى البرودكتيف دول 2. اخر واحد اللي هو البيس كيبر، واهم واحد اللي لونه اخضر، وده ممكن يبقى واحد اللي هو بس هيلم الناس حواليه. تعالوا ناخد بعض في حضننا شويه. 4 اشخاص ب4 الوان، 4 شخصيات، هم دول الشخصيات اللي انت المفروض تدور عليهم وتبنيهم جوه الشركه، سواء دول جداد او دول قدام، هم دول المفروض تدور عليهم. السلام عليكم. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتات هطلع لك تاني كل يوم.